كيف حالك؟ أتمنى أن تكون بخير. إليك أفضل 5 أفلام نتفليكس لشهر نوفمبر 2022. في أول يوم من هذا الشهر تجدون فيلم The Takeover الذي يروي قصة فتاة هاكر وبارعة في مجال الكمبيوتر اكتشفت فيروس يهدد خصوصية الناس، لكنها وجدت نفسها في قلب قصة فساد مروعة وضد أناس يحكمون العالم تكنولوجيا. تظهر الفتاة بعد ذلك وهي ترتكب جريمة قتل في مقطع فيديو مزيف، ووجب عليها الهرب من الشرطة الآن وتعقب المجرمين الذين يبتزونها. Il faut que t'arrêtes. في 4 من نوفمبر تعود ميلي بوبي براون صحبة هاري كافيل في الجزء الثاني من فيلم إلينا هولمز، والذي قررت فيه إطلاق وكالة مباحث خاصة بها، ومع ذلك على عكس شقيقها الشهيد شيرلوك هولمز تكافح الفتاة للعثور على عملاء، إلى أن طلبت منها امرأة تدعى بيسي مساعدتها للعثور على أختها المفقودة. وهنا تشرع إلينا هولمز في تحدي الخطر بكل جرأة للتحقيق في هذه المغامرة المثيرة، وربما تقع في الحب. أتركك تكتشف ذلك بنفسك. في 18 من نوفمبر يعود جيسون موموا على نتفليكس بفيلم سلومبرلاند الذي يروي قصة فتاة صغيرة تدعى نيما اكتشفت خريطة سرية تؤدي إلى عالم أحلام يدعى سلومبرلاند، وبمساعدة فيليب الدور الذي يلعبه جيسون موموا وهو رجل خارج عن القانون وغريب الأطوار إلى حد ما، سوف تمر معه نيما بعالم الأحلام وتهرب من الكوابيس لتجد والدها التي فقدته وهي صغيرة. في 23 من نوفمبر فيلم The Swimmers قصته حول فتاة تدعى يسرى فرت سنة 2015 من الحرب بسوريا عبر بيروت ثم تركيا وصولا إلى اليونان، وذلك صحبة أختها سارة وهي أكبر منها سنا، لكن قاربهما الذي كان سيوصلهما إلى جزيرة ليسبوس تعطل، فاضطرت يسرى وأختها وامرأة ثالثة بالسباحة لدفع وسحب القارب لمدة 3 ساعات وإيصاله إلى الشاطئ، ومن ثم وصلت إلى ألمانيا حيث استضافتها اللجنة الأولمبية الوطنية الألمانية واعتبرتهما أبطالا لتنافس بعد عام من ذلك في الألعاب الأولمبية بريو عام 2016. في 30 من نوفمبر ستجد فيلم My Name is Vendetta تدور أحداثه حول مراهقة تدعى صوفيا تعيش حياة هادئة، إلى أن أتى اليوم الذي عصت فيه والدها بالتقاط صورة له سرا ونشرها على الانستغرام. هذا البوست البسيط كان كافا لقلب حياتهما رأسا على عقب، حيث دخل منزلهما مجرمان وقتل بوحشية والدتها وعمها، وذلك لتسوية حسابات كانت تختمر منذ 20 عاما، لتكتشف صوفيا الحقيقة التي طالما كانت مخفية عنها عن ماضي أبيها المظلم كعضو سابق في منظمة إجرامية، وعليها الآن أن تتحد مع والدها للانتقام. هنا تنتهي القائمة، وأتمنى أن تجد ما تشاهد. قبل أن ينتهي الفيديو أود أن أشكر كل من وصل إلى هذه اللحظة، فهذا يدعمني كثيرا على اليوتيوب، وسأعود إن شاء الله لنشر الكثير من الفيديوهات على القناة كي أمتعك أكثر. لكن لا تنسى أن تكتب لي أسفل الفيديو أي قائمة أو قائمات تعجبك أكثر أو تود مني القيام بها. ما عليك فعله هو كتابة ذلك أسفل الفيديو والضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وخاصة تفعيل جرس التنبيهات، وإلا فاليوتيوب لن يوصل لك فيديوهاتي مجددا. شكرا لك على المتابعة، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.